إليكم أخبار النادي الأهلي خطوة بخطوة، ولكن قبل أن نبدأ صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. انقلاب داخل لجنة الحكام بعد شكوى الأهلي ومحمد معروف يخضع للتحقيق. عودة كهربا إلى مصر وأول قرار من إدارة الأهلي. تهديد صريح لمحمد هاني وإعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية حول واقعة فاركو. تجميد محمد الشناوي وريفيرو يخالف التوقعات داخل الأهلي. ليس الرحيل، مفاجأة مدوية بطلها حسين الشحات في الأهلي. مفاجأة مدوية حول رحيل جناح الأهلي الطائر إلى الدوري القطري. أكد الإعلامي خالد الغندور أن الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قرر استدعاء الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وفاركو بقيادة الحكم الدولي محمد معروف، وذلك لحضور جلسة تحليل خاصة غدا الاثنين بمقر اللجنة على خلفية الأحداث التي شاهدها اللقاء وواقع طرد محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر. وأوضح الغندور خلال تصريحاته عبر برنامج استاد المحور أن الجلسة ستتضمن مراجعة دقيقة لجميع اللقطات الجدلية وعلى رأسها ما دار في غرفة تقنية الفيديو أثناء لحظة طرد هاني في الدقائق الأخيرة من اللقاء، مشيرا إلى أن لجنة الحكام تسعى للوقوف على حقيقة ما جرى داخل الملعب والكواليس المرتبطة بالقرار. وأضاف أن الاجتماع لن يقتصر على طاقم مباراة الأهلي وفاركو فحسب، بل سيشهد أيضا حضور الحكام الذين أداروا المباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري، حيث سيتم استعراض أبرز الأخطاء التحكيمية التي وقعت خلال المباريات مع مناقشة سبيل تفاديها مستقبلا، بما يضمن الارتقاء بمستوى إدارة المباريات والحفاظ على العدالة التنافسية. عودة كهربا إلى مصر. ترددت في الساعات الأخيرة أنباء وتقارير صحفية عديدة حول إمكانية عودة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد الليبي الحالي والأهلي السابق إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط تكهنات بوجود مفاوضات بينه وبين أكثر من نادي محلي على رأسها نادي زد. وكشفت بعض المصادر أن الفترة الماضية شهدت اتصالات بين مسؤولي زد واللاعب لبحث إمكانية ضمه في يناير المقبل، خاصة في ظل رغبة النادي الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز في تدعيم صفوفه بلاعبين أصحاب خبرة وقيمة فنية كبيرة، وهو ما ينطبق على كهربا الذي سبق له اللعب في الأهلي والزمالك والاتحاد السعودي. لكن مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي حسم الجدل، مؤكدا أن عودة كهربا إلى القلعة الحمراء غير مطروحة على الإطلاق، موضحا أن الجهاز الفني بقيادة الأسباني خوسيه ريفيرو أوصى الإدارة في حالة تدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الشتوي أن يكون المهاجم الجديد أجنبيا وليس محليا، وذلك لزيادة التنوع في الخيارات الهجومية وإكساب الفريق ميزة إضافية على المستوى القاري. وأضاف المصدر أن الأهلي يضع خطة واضحة لتدعيم الفريق خلال يناير المقبل ترتكز على احتياجات فنية محددة يحددها ريفيرو، وأن أي تعاقدات ستكون وفق رؤية مدروسة بعيدا عن العواطف أو الأسماء المرتبطة بالفريق في فترات سابقة. كهربا صاحب 30 عاما يمتلك مسيرة مليئة بالأحداث، حيث انضم إلى الأهلي في يناير 2020 قبل أن يدخل في أزمات مع النادي أدت إلى النهاية إلى رحيله الصيف الماضي نحو الاتحاد الليبي. اللاعب ما زال يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة بسبب موهبته وإمكانياته، لكن علاقته بالأهلي شهدت توترا في الفترات الأخيرة. تهديد صريح لمحمد هاني. أكد الإعلامي أمير هشام أن محمد هاني لاعب النادي الأهلي لم يسبق له ارتكاب أي تجاوز ضد حكم أو زميل داخل الفريق طوال مسيرته، مشددا على أنه لم يعترض مطلقا لأي عقوبة من جانب النادي، مشيرا إلى أن ما حدث في مباراة الأهلي الأخيرة مع الحكم محمد معروف يمثل أزمة كان يمكن تفاديها. وقال أمير هشام في تصريحات تلفزيونية أن الأزمة بدأت في الدقيقة 82 من اللقاء بعدما طالب هاني بالحصول على ركلة حرة، ليرد عليه الحكم قائلا: أنا عرباوي متعصبنيش، هطردك. ليرد اللاعب: مش هتقدر تطردني، أنا ما عملتش حاجة، وهو ما تسبب في تطور الموقف وانتهائه بطرده. وأضاف أن جملة أنا عرباوي متعصبنيش حملت تهديدا صريحا للاعب، معتبرا أنها كانت الشرارة الأولى للأزمة، موضحا أن محمد معروف برر طرد هاني لعدد من الصحفيين بزعم أن اللاعب وصف الحكام بالكفتة، وهو ما نفاه هشام تماما، مؤكدا أن هاني لم يطفو بمثل هذا الكلمات وكان في حالة صدمة كبيرة في قرار الطرد. تجميد محمد الشناوي. استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريفيرو على إعادة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وقائده لحماية عرين المارد الأحمر في مباراتي غزل المحلة وبيراميدز ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة الدوري الممتاز. وكان مصطفى شوبير قد تولى الدفاع عن مرمى الأهلي في الجولتين الأولى والثانية، حيث شارك أمام مودرن سبورت في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 قبل أن يساهم في الفوز الكبير على فاركو بنتيجة 4-1. وبحسب مصدر داخل الفريق فإن الجهاز الفني ينوي منح الفرصة لحارسو المرمى خلال المرحلة المقبلة
إلا أن القرار حسم بعودة الشناوي لمواجهة غزل المحلة المقررة في 6 مساء 25 أغسطس باستاد غزل المحلة، على أن يواصل الحراسة أمام بيراميدز يوم 30 من الشهر ذاته في 9 مساء. ويأمل ريبيرو أن يمنح عودة الشناوي إلى التشكيل الأساسي الفريق المزيد من الاستقرار الدفاعي في ظل سعيه لتصحيح المسار المحلي والاستعداد بقوة للاستحقاقات القارية المقبلة. مفاجأة مدوية بطلها حسين الشحات. في خطوة مفاجأة عرض حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجهاز الفني بقيادة الأسباني خوسيه ريفيرو إمكانية اللعب في مركز الظهير الأيمن من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة. ويأتي مقترح الشحات في ظل المنافسة القوية التي يشهدها مركز الجناح داخل الفريق، حيث يضم الأهلي عددا كبيرا من النجوم البارزين في الخط الأمامي على رأسهم أحمد السيد زيزو المنتقل حديثا من الزمالك، إضافة إلى طاهر محمد طاهر ومحمود حسن تريزيجيه والمغربي أشرف بن شرقي، ما يجعل فرصة مشاركة الشحات في مركزه الأساسي تبدو صعبة في الوقت الحالي. ولم يشارك الشحات مع الأهلي في أولى مباراتين بالدوري المصري هذا الموسم، وهو ما أثار تساؤلات الجماهير حول مستقبله، خاصة أن اللاعب يملك خبرة واسعة مع الفريق منذ انضمامه في يناير 2019 قادما من العين الإماراتي، وكان أحد العناصر الأساسية في حصد العديد من البطولات المحلية والقارية. مفاجأة مدوية حول رحيل بن شرقي. وبحسب ما ذكرته صحيفة أفريقيا فوت، فأن إدارة الشحينة أبدت اهتماما بضم اللاعب على سبيل الإعارة، وقدمت عرضا مغريا من الناحية المالية، إلا أن بن شرقي رفض الفكرة تماما، مفضلا البقاء في القلعة الحمراء لمواصلة مشواره مع الفريق. وأكد التقرير أن اللاعب المغربي يتمسك بفرصته داخل الأهلي، ويطمح إلى تصريح مكانته كلاعب أساسي تحت قيادة الجهاز الفني الأسباني الجديد، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى عناصر خبرة قادرة على صناعة الفرق في المنافسات المحلية والقارية. وكان الأهلي قد تعاقد مع أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري، حيث خاض الجناح المغربي مع الفريق الأحمر 18 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف ونجح في صناعة 4 أخرى. ويعد بن شرقي أحد أبرز الصفقات التي أبرمها الأهلي لتعزيز خط الهجومي نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة في الملاعب العربية. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.